السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. من بعد ما كملنا لا كوموند صافي البسطيله ديتها للفران وها هو اللحم المدغمر واجد. صافي كنجمع كلشي وكنمشي عند الكليان ديالي، واي الحاجه اللي كنتمناها هي اللي يكون راضي على الخدمه وعاجباه. الحمد لله اللهم لك الحمد. اي واحد كنتعامل معاه ديما كيرجع وكيجيب ليا كليان جديد، اللهم لك الحمد. محركين غير مع الناس هكايا بحال وجهكم، اللهم لك الحمد. اللي كلا البسطيله كيشكرها، كي شي حد كتكون عندي شي مناسبه كيقول لي شوف راه سير عند فلانه راه كدير تمام مزيان وخدمتها زوينه ونقيه وماكله. يعني الواحد ما يشكرش راسو، يخليو الناس هما اللي يشكروا الحاجه. وهذا الشيء اللي كاين، واهم حاجه هو الزبون يكون راضي على داك الشيء اللي كاين. والحمد لله اللي لا يحاشمنا، واللهم لك الحمد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم باذن الله اللحم المدغمر على حقه طريقه ديال المناسبات. شوفوا كيفاش اللحم داير، راه طيب رطب فتي. يعني اللحم ماشي تيتجريه هو يجر هكا، لا. اللحم اللي تجرو خصو يكون رطب يتبعك ويكون بنين ويكون لذيذ. الحمد لله اللهم لك الحمد. كاين بزاف الاسرار اللي حطيناها في القناه وتعلموها، تعلمناها وما خبيناهاش، تعلمناها وعلمناها، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. المعلومه ما كنخليوهاش محبوسه غير عندنا، اللي كيسولني على شي حاجه كنقولها ليه. الحمد لله اللهم لك الحمد. راه كيقول لك الحوانت مصافى ورزق مختلفه، يعني كل واحد والرزق ديالو، حتى حد ما غيحبس رزق حد، حتى واحد بغى يحبس رزق حد. هادشي الا سمعتوا الصوت ديالي هكا فراه صوتي عيانه شويه، ما شكيت عليكم. والحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. وان شاء الله اليوم غنشارك معكم الفيديو ديال اللحم المدغمر بطريقه، حتى الطريقه ديال الخدمه تتكون سهله، يعني ماشي داكشي ديال زمان قطع قرد دير. الحمد لله حنا في عصر التكنولوجيا كلشي ساهل وكلشي ماهل، اللهم لك الحمد. ونقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه كناخذ واحد الكاس ديال العصير، كندير فيه الثومه، يعني عندي واحد 10 كيلو د اللحم، كندير واحد تقريبا واحد الراس كبير ديال الثومه، وكندير القزبر والمعدنوس كنطحنهم مزيان مع الماء. ودابا راه كانت الكاميرا طافيه، المهم راه رديت البال بعدا في الاول الحمد لله. كندير هذاك الربيع والثومه اللي طحنتهم مزيان في الكاس ديال العصير، كنخويهم في الطنجره، وكنبدا نضيف في العطريه كيف ما شفتوا تقريبا واحد المعلقه ونص ديال الخرقوم البلدي، واحد 2 معالق ديال السكينجبير، وواحد المعلقه مع مرش ديال البزار. هنا عندي تقريبا واحد 10 كيلو ديال اللحم، واللحم ما كيبغيش العطريه بزاف، وتقريبا واحد معلقه كبيره ديال بسيبيسه وقعقله، كتسخنوهم هكا وكطحنوهم، وكنخلي شويه حتى كيقرب يطيب اللحم، وكنضيفهم كيف ما شفتوا. خليت غير واحد المعلقه صغيره تقريبا، هذه راه والله الا 10 دراهم ما فيها حتى شي حاجه. هادشي اللي كاين. صافي كي قلنا كنديروا تقريبا 2 معالق من الحاجه، الا البزار كنقصوا منه، كنديروا غير واحد معلقه مع مراش. صافي هادشي اللي كاين. وكنضيف شويه د الملحه، وتقريبا واحد الكاس ديال الزيت العود، الزيت البلديه تقريبا كدير واحد الكاس، الله يجعل البركه. والزيت الروميه الا كان اللحم على غدايد الزيت العود كنشلل القرعه ولا غالي بزاف. الله يصوب هاد العام ان شاء الله وصافي. المهم الا كان اللحم شويه ميدم حاولوا تنقوه، نقيوه من الشحمه اللي فيه، بحال دابا الا كانت فيه الشحمه ديال الكلا حيدوها. يعني الجزار قولوا لي يعطيكم اللحم ديال المرقه ديال البرقوق، يعني اللحم طاجين هكايا ديال الكسكسو كيعطيكم الجهه اللي فريده. اما اللحم هكا المرقه بالبرقوق فكيعطيكم طروفه، راه هو عارف شنو كيعطي. هذا الشيء اللي كاين. تقريبا واحد 2 معالق ديال السمن ما حارش بزاف، بحال نقولوا غير زبده مملحه فيها شويه النكهه السمن، يعني راه ما حارش. والضويمات واحد 6 ديال الضويمات، واللي ما بغاش يدير الضويمات ما يديرهمش، يدير الضويمات يدير الزعفران زعما شعره، فراه من الاحسن. المهم كل واحد يدير اللي بان ليه. راه الضويمات هما راه الطيب ديال المناسبات راه كيجيو مزيانين. واللي بغى يضيف واحد الحامضه مصيره يضيفها، فراه الحامض مصير كيجي خطير مع اللحم. فبالتجريب، فاللحم الا كان جديد
واللحم الا كان جديد هكا وبان لكم حيت اللحم الا كان جديد راه ما كيطيبش زوين، ما كيطيبش يعني، راه بحالو بحال الدجاج هكا كيبغي يكون مرتاح وكل شيء. اما الا كان يعني ولا بدا داك اللحم الجديد يطيب هكايا، فطحنوا واحد الحامضه مصيره بحال دابا تقريبا كل 100 كيلو كديروا معاها واحد الرابعه ديال اللحم، يعني بحال دابا 10 كيلو ديروا غير واحد الحامضه هكا صافي تقريبا. المهم راه الحامض كيهرس الجهد ديال اللحم وكيعطي واحد اللذة في المرق ما نقول لكمش عليها. الحامض المصير، الحامض المصير مع اللحم راه كيجي واعر. الا كان اللحم جديد الى سبحان الله تقدري طيبوا بالحامض المصير بلا ما يكون اللحم جديد، كيجي اصلا واعر. انا عزيزي المرقه اللي كتنصب بالحامض المصير ديال اللحم صراحه كتجي واعره، وجربوها وردوا عليا الخبر. المهم اللحيمات ديالنا هما تنقدوهم كيف ما شفتوا. لان اللحم هذا جابوه ليا ماشي انا اللي شريته. مهم يعني غنقضي باللي كاين، اما الا كنت انا كناخدو فكنقول ليه يعطيني طروفه كبار ماشي كيبقى بحال هكا مقرضين. فاللحم ديال المناسبات كيبغي يبقى كبير هكايا، الطرف كل طرف يكون زعما مقاد، حيت ملي كيطيب تقدروا ملي تهزوه يتقسم لكم شويه. يعني راه ملي كيطيب راه ما كتعرفوا شنو تهزوا شنو تحطوا، هادشي اللي كاين. واللحم ديال هذا ديال المناسبات ملي كيطيب راه ماشي كيبقى يتحرك ولا يتقلب ولا، راه غير كترقدوه فحال هكايا صافي كتماريني. كاع اللي كيبغي يشحر في الاول له ذلك، انا ما كنشحرو ما حتى شي حاجه، صافي كنمارينيه بحال هكايا. كنرقدو كنخليه هكا شويه، لا كان عندكم الوقت خليوه شويه، ما كانش عندكم الوقت ديروه فوق البوطه فوق المجمر. فما عندهم ما يطرى به، راه ما حد هو كيطيب هو كيتشرب هذيك الاقامه، هو كيتشرب هذيك العطريه. كنت كندوي لكم قبيله على الزيت، المهم قلت لكم الزيت العود والسمن. اما الزيت الروميه لا بان لكم اللحم هكايا ما فيش ليدم فضيفوا الزيت، الا كان اللحم يدم ردوا البال. هذا الشيء اللي كاين. تقريبا هنا غنديروا 2 كيسان ديال الزيت هكايا، كاس ديال الزيت البلديه وتقريبا واحد الكاس ديال الزيت الروميه. هذا الشيء اللي كاين. اما الا كنتو بغيتو المريقه خفيفه فضيفوا غير واحد نص كاس ديال الزيت الروميه فيها راه كافيه. حتى وكان اللحم هكا يطبخ ويعاود يطبخ ويعاود. ايوا هذا الشيء اللي كاين وهذا الشيء اللي كاين. دابا اللحيمات هما هادو غنقرضوا البصيله تقريبا واحد 3 البصلات موين، تخليو اللحيمات مرقدين ونقرضوا واحد 3 البصلات موين. ها نتوما تقريبا واحد نص كيلو هكاك، نص كيلو، نص كيلو حتى من 500 حتى 600 غرام تقريبا غيكون فيهم. صافي كنرشهم هكا من الفوق. القزبر والمعدنوس كاين اللي كيبغي راه يربطو، فانا كنطحنو كيولي بحال الماء مع الثومه، يعني راه ما تحتاجوش، يعني ما غادي يدير لا، يعني ما غيتخدش المرقه ما والو، غيجي هو هذاك صافي. دابا هي غنهز الطنجره ديالي مباشره غنحطها فوق البوطه وغنخليها طيب وغنروي القياس ديال الماء اللي غادي يطيب ليا فيه اللحم. ها نتوما انا عندي هنا واحد شويه ديال الماء سخون، تقدروا ديروا غير الماء بارد ماشي مشكل. صافي غنحطوا هادشي فوق البوطه يطيب ان شاء الله وحتى يقرب يطيب ان شاء الله. وديك الساعه عسلو باش ما بغيتو، كل واحد اش كيدير شويه السكر، كاين اللي كيدير شويه العسل. ايوا انا اختكم كندير المعلومه المشروب الغازي. راه اللي غيقول لي راه اي حاجه كتطبخ راه ما كتبقاش فيها الجهد، راه اي حاجه كتطبخ راه كتحيد منها الجهد، كتبقى غير هذاك لوغو ديال شويه ديال الحلاوه وهذيك البنه ديالها سبحان الله كتجي عجيبه. هو جربوها واللي جربها راه شحال من وحده جربتها كتبت لي في التعاليق قالت لي كيجي زوين. ايوا كنشكركم على الثقه ديالكم. ها نتوما المريقه كي خاطره وملبيه، هانتوما اللحيمات راهم طابوا. دابا رانا محيده الغطا باش تنشف المريقه حيت كنت ناقصه البوطه، فما تحتاجوش ديروا الماء بزاف اللحم. اللحم الا كان فتي ما تحتاجوش تكثروا المرقه بزاف، يعني كطيب المرقه بنينه. وهنا ضفت غير واحد كاس العنبه. كاس هاد الكميه كندير فيها تقريبا كاس ديال العنبه ديال هاد المشروب اللي شفتو. ديروا له اشهار فابور وخا راه ما محتاجنا نشهروه، مشهور بلا بيا. كوكا راه كتجي مخيره في اللحم. حتى اللحم الا كان هكا شويه
قاصح يعني اللحم جديد تقدروا ديروه في النصيب، ديروا المشروب الغازي ديروه في النصيب، راه كيفتي الهبره ديال اللحم. ايوا هذه بالتجريب، جربوها ردوا عليا الخبار. صافي هنا مريقتنا هي غاديه سايره تطبخ حتى تنشف ان شاء الله وتوقف مزيان، وغنطفيو عليها. البريقيقات راه حنا كنغسلوهم ونعاودوهم وكنديروا لهم الماء، وكنديروا القياس ديال السكر، وكنديروا القرفه، وكندير واحد شويه الزيت باش كيعطي داك لابريونس، وكنسد عليها في الكوكوط واحد تقريبا واحد 20 دقيقه حتى لنص ساعه على حسب البرقوق الا كان كيهز الطيب ولا ما كيهزش الطيب. انا باقا تنوريكم في كوكا. المهم راه تجي لذيذه بزاف في الطياب ديال اللحم والله العظيم، وما تسالوني حلوفته كتجي اكثر من رائعه. صافي البرقوق ديالكم تطيبوه في الكوكوط، راه دغيا كيطيب احسن من الطنجره، غير هو اللي ما غاداش تقدر تشد ليه الوقت والحساب ديالو. ديروا في الطنجره الا كانت تخافي، لحقاش الكوكوط الا نسيتو فيها البرقوق راه يولي زبده، راه كيتملخ. لهذا البرقوق الا درتوه في الكوكوط شدوا الوقت، يعني ديروا واحد ثلث ساعه وحلوا عليه وشوفوا واش طاب ولا لا. من بعد ملي كتشوفوا الا طاب كتخليوه عريان هكا ويطبخ. اما الا كان بقى خاصو واحد شويه، عاودوا سدوا الكوكوط واحد 10 دقائق عاوتاني وحلوا. مهم الكوكوط كتسرع الطياب ديالو دغيا كيطيب وكيجي بنعاودش ليكم. صافي هادشي اللي كاين. مريقتنا حنا حطيناها، كنهز الحيمات بالتبصيل باش ما يتهرسوش ليا، باش يبقاو دوك الطريفات زوينين مقادين. كنديروا القياس ديال البرقوق ديالنا، كنديروا اللوز، هذا اللوز ديال البسطيله، فبقى خديت اللوز بزاف هو اللي فركته هكايا وقليته ها نتوما كيف ما تشوفوا. اما الى هذا كان عندكم خذوا اللوز الغليظ هذاك ديال التخضر، يجي كيبان زوين احسن من هكا. مهم هادشي اللي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوناش من لايك وبارطاج، والى فيديو قادم باذن الله. خليتكم في راحه الله. السلام عليكم وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وما تنسوناش من لايك والبارطاج. الى اللقاء.